جوه كل واحد فينا صوتين بيتخانقوا. صوت العقل بيقول لك فكر، خطط، استنى، والقلب عايزك تفكر دلوقتي. والسؤال اللي هيطاردك دايما، لو سمعت عقلك هتخسر قلبك، ولو سمعت قلبك هتخسر حياتك. في برنامجنا هنعرف ندمج ما بين العقل والقلب ونطلع احسن نتيجة. عمرك سألت نفسك مين هو الشخص الناجح؟ هل الشخص اللي نجح ولا اللي لسه بيحاول وبيحارب عشان يوصل؟ النهاردة هي مش مجرد محاضرة، النهاردة بداية جديدة لكل شخص قرر انه يغير واقعه بإيده. النهاردة مش هنتكلم على النجاح اللي بيتقاس بالأرقام، لا احنا هنتكلم على النجاح اللي بيتبني بالوعي والعزيمة، وانك تآمن بنفسك حتى وانت لوحدك ومفيش حد في ظهرك. محاضرنا النهاردة مش هيتكلم على النجاح بس، هو بيعيشه وبيصنعه وبيساعد الكل ان هو يوصل له. محاضرنا إعلامي قرر انه يوصل كلمته لرسالة، ومدرب قوي حول التحدي لطاقة. استقبلوا معايا الإعلامي والمحاضر محمد أشرف علشان يبدأ معانا رحلة فلسفة النجاح. مشاهدينا الكرام، النهارده مش هتكون حلقة عادية، النهارده هتكون رحلة استكشاف للنجاح، ومش هتكلم معاكم انتوا بس، انا هاخدكم معايا في جوه المحاضرة وهسألكم نفس الأسئلة اللي بسألها للناس اللي موجودين. رحلة الاستكشاف بتكون ان احنا كلنا بنناقش موضوع معين وبنتكلم فيه كلنا، والموضوع ده كل واحد فينا بيقول رأيه، وانت كمان هتقول رأيك. والنهارده هنتكلم على النجاح. النجاح عشان نفهمه، عشان نعرف الناس الناجحة دي وصلوا للنجاح ده ازاي، لازم نفهم كويس جدا يعني ايه فشل. انت النهارده مش هتسمع مني كلمة نجاح خالص طول الحلقة، انت هتسمع مني كلمة فشل كتير جدا، لان انت لو فهمت يعني ايه فشل هتوصل للنجاح بمنتهى السهولة. خليني اسأل الاول الناس اللي قاعدين معايا في المحاضرة يعني ايه فشل، وافهم الفشل من وجهة نظركم، وانت كمان فكر في اجابة عبال ما يجي الدور عليك. يعني ايه فشل من وجهة نظرك؟ خبرة، ندم، العكس، عدم مواجهة، توتر، خوف، طمع. يعني ايه طمع يا منى؟ إنسان بيكون عايز يوصل لكل حاجة وبيرتب لكل حاجة، اللي هو عايز يكون الأفضل، بس ما بيفكرش في غيره، ما بيفكرش يوصل لها ازاي، ولا في تفكير خالص فيها. نقدر نقول عدم تنظيم، ما عدم نقدرش. تنظيم وأنانية. عدم تنظيم وأنانية. حلو جدا. ففي الآخر مش هيوصل لأي حاجة. جميل جدا. دلوقتي في 8 كلمات اتقالوا، مفيش غير كلمة واحدة بس هي اللي لفتت انتباهي. معظم الكلمات كانت خوف ووجع وكسرة ومش عارف ايه، لكن في كلمة واحدة اتقالت هي خبرة. الكلمة دي يمكن أكتر كلمة كانت صح في المحاضرة كلها، أو هي دي الكلمة اللي قايم عليها المحاضرة كلها. إحنا علاقتنا بالفشل أو دماغنا عن الفشل إن هو عار، إن هو حاجة عيب، إن هو خوف. إحنا المجتمع بيوصل لنا فكرة إن الفشل ده حاجة وحشة وحاجة عيب وحاجة عار. ولكن لو إحنا غيرنا المايند سيت بتاعتنا أو التفكير بتاعنا، إن إحنا نخلي نفسنا فيكسد مايندد، إن إحنا نفكر بطريقة إيجابية، إن إحنا نوصل لفكرة إن إحنا نخلي الفشل ده تجربة مش فشل يبقى حاجة عار، فهيكون بالنسبة لنا حاجة أحسن. خليني أحكي لكم قصة صغيرة كده عن واحد كان نفسه يمثل، أمنية حياته إن هو يمثل. فراح وقدم في كذا استوديو لحد ما وصل الاستوديو ده كتب له كلمة في ورقة غير صالح للاستخدام، كتب لبني آدم غير صالح للاستخدام، ولا هو هيئة تنفع مكتوب كده في الورقة، ولا له صوت ينفع إن هو يكون موجود. الراجل ده دلوقتي هو صاحب شركة ديزني، أكبر شركة موجودة في العالم من الكرتون واللي احنا كلنا عارفينها. فالفشل هو جزء من النجاح، أو خطوة احنا بنعديها عشان نوصل بيها لحاجة تانية. فكرة ان احنا نشوف الفشل ده عار أو حاجة عيب، دي حاجة المجتمع هو اللي عملها علينا. يعني احنا طول عمرنا لما بنيجي نفشل في حاجة بنحس ان الموضوع بالنسبة لنا كارثة. ليه؟ مش عشان خاطر انا فشلت، انا بالنسبة لي انا لو فشلت عايز انجح، ولكن الكلام اللي انا بسمعه من الناس اللي حواليا هو اللي بيحسسني بالعار تجاه كلمة الفشل دي. فخلينا نسأل 2 مننا كده، عمرك فشلت في حاجة؟ وخلينا نبدأ بريتاج، فشلتي في ايه قبل كده؟ بالنسبة لي الثانوية العامة. فشلتي في الثانوية العامة؟ يعني إلى حد ما. المفروض إن أنا كنت بنت شاطرة جدا طول حياتي العملية عموما في العالم وكده، كله كان عارف عني الموضوع ده. كنت بنجح، بطلع من الأوائل، باخد شهادات تقدير ما شاء الله. يعني كله كان بيعترف بنجاحي عموما. حلو. فاكتشفت ان انا ممكن احقق حاجه من اللي بتمناها، خصوصا التمثيل مثلا. فممكن ادخل ثانويه عامه وادخل حاجه صعبه وادخل واشتغل في المهنه بتاعتي اللي انا عايزاها. طبعا كلنا عارفين ان الثانويه العامه صعبه، مش سهله، ومش سهل اصلا ان اي حد كمان يدخلها. انت كنت علمي ولا ادبي؟ علمي علوم كمان. انا كنت داخله وناويه ان انا يعني هجيب حاجه كويسه، وكله كنت عايز كان توصلي لايه فيها؟ طيب انا كنت عايزه ادخل كليه اعلام.
حلو. عشان موهبتي في التمثيل. عشان انت بتحبي التمثيل. جدا. جميل. بالنسبه لي موهبه التمثيل دي حاجه كبيره قوي، فكنت عايزه اوصل لها. هو حلمك. حلم كبير كان نفسي ان انا اوصل له. وطبعا اهلي كفايه بعد التعب النفسي والجسدي والمادي، كل حاجه عموما حقيقي في الثانويه العامه ما كنتش انا بس لوحدي فيها اللي تعبانه. فحاولت على قد ما اقدر، حاولت انجح في الموضوع، بس ربنا كان ليه راي تاني ان انا ممكن انجح في حياتي بالموهبه اللي انا عايزاها في حياتي العاديه، في حته تانية قصدك. في حته تانية، وادرس حاجه تانية برضو هكسب منها وهكسب خبره، حاجه كويسه. درستي ايه بقى؟ دخلت سياحه وفنادق. طب جميل، ده ممتاز جدا، ده حلو جدا. طبعا حاجه كويسه وليها مستقبل جدا. طب انت فكرتي صح؟ فين الفشل في الموضوع؟ مش حوار فشل، يعني هو الفكره في ان ما كانتش حاجه من تخصصاتي. انت قصدك ان انت لما لقيتي نفسك مش هتنجحي في الحته دي انسحبتي ووقفتي على طول وبداتي في حته تانية؟ بالظبط. فكرت في ان انا ابقى في جزئين، يعني الجزء اللي هيوديني في حته كويسه كخبره وكمادي عموما في نفس الوقت، والجزء التاني ان انا يعني ابص لموهبتي، ابتدي ادخل كورسات ورش تمثيل وابتدي امثل. طب ده ممتاز جدا، انت لخصتي المحاضره كلها في الكلمتين اللي انت قلتيهم دول. برافو عليكي. خلينا نسال اسماء، ايه الموقف اللي عدى عليكي فشلتي فيه؟ ان انا اشتغل مع فتح البيت، يعني افتح بيت واشتغل. انت متزوجه يعني وعندك اسره؟ أيوة. ومش هتعرفي ان انت الشغل لازم الواحد ياثر في حاجه. يا اما هاثر في شغلي يا اما هاثر في بيتي. طب انت مش شايفه ان في ناس كتير نجحوا في حاجه زي كده؟ نجحوا، بس دي بقى بيعتمد على الشخصيه. يعني انا ببقى كل اولوياتي لبيتي. مش عايزه اثر معاهم، مش عايزه اثر مع ابني. فاخترت ان انا احافظ على بيتي بقى، وان انا ادي كل مجهودي للبيت. وحاسه ان انت نجحتي في البيت؟ الحمد لله لحد دلوقتي تمام. يعني انت كان هدفك ان انت تنجحي؟ انا كان هدفي ان انا اشتغل واعمل نفسي، يعني يبقى لي شخصيه ومستقله عن البيت وكده، بس ما نفعش، لازم حاجه تقع في النص. وانت قررتي ان انت تضحي بالشغل عشان خاطر تنجحي في البيت؟ قررت بيتي اولى واستمريت بقى، بس برضك بحاول، يعني ما وقفتش، ما باخد كورسات اونلاين، بشتغل على نفسي لنفسي. بتطوري نفسك؟ لنفسي. ممتاز. وكمان لاولادي يعني. طبعا انت هتكوني ام. فلاولادي بقول لا، على كل ما اطور من نفسي هفيدهم. طبعا. فموضوع الشغل ده بقى ايه، سبته على جنب وقلت لا، خليني في بيتي احسن، والحمد لله. الإجابة اللي جات لي تاني إجابة دي اللي كانت بتتكلم على الأسرة والبيت، تاخدنا في حتة مهمة جدا جدا جدا. أنا عايز أسأل سؤال، هل الشخص الناجح ده هو شخص نجح في حياته بس، ولا يعني مثلا واحد نجح في شغله بس، ولا الشخص الناجح ده هو اللي نجح في شغله ونجح مع أسرته ونجح مع أصدقائه؟ هل إحنا نقدر نوفق بين الكلام ده كله؟ هل أنا أقدر أكون ناجح بين كذا حاجة مع بعض، ولا أنا عشان ناجح في شغلي وخلاص مدير شاطر، ولا أنا CEO في شركة كويسة فكده الموضوع انتهى وأنا كده أشطر حد في الدنيا؟ خلينا نسأل حد من الموجودين كده وبعدين أنا هقول لكم رأيي. قولي لي، الشخص الناجح هو بيكون ناجح في جزئية معينة بس، ولا بيكون ناجح في حياته عموما؟ بص، هو أولا خلينا متفقين إن ربنا خلقنا كلنا مش زي بعض، يعني أفكارنا مختلفة، مهاراتنا مختلفة، كل واحد تفكيره في مهام مختلفة أو طموحات مختلفة. ماشي. النجاح مش باكج واحد بيجي كله مع بعضه، لا. اولا انا بشوف النجاح ده قرار واختيار في نفس الوقت. يعني في ناس في حته، هكلمك في حته الشغل الاول. انت حضرتك بتقول ان الشخص الناجح في شغله بيبقى ناجح في حياته الاجتماعيه. في اشخاص ما بتقدرش ان هي توازن، ما بيبقاش عندها حته التوازن دي، ربنا خلقها ما عندهاش حته التوازن. طب هو ده نجاح ان انا اقدر ما اوازنش بين الحاجات بتاعتي؟ الانسان مش كامل. خلينا متفقين كده. ممكن ينجح في حاجه ويأثر في حاجه تانية. في ناس بتقدر ان هي توازن ما بينهم، وفي ناس ممكن تحط كل طاقتها وكل طموحاتها كلها في مهنه معينه، في جزئيه واحده، فبيبقى ضغط عليها جامد قوي، لان هي اوريدي اصلا هي حياتها كلها في الشغل بس، في حته معينه، فبتأثر في الحياه الاجتماعيه. ممكن تأثر مثلا ان هي ما فيش وقت للناس اللي بيحبوها، ما هو ده بقى الناس القريبه منها. هل انا هقدر اوفق بين الاثنين، ولا انت شايفه ان كفايه ان انا انجح في شغلي بس؟ ما انا شايفه برضو على حسب برضو كل انسان. في انسان بيقدر يوازن زي ما قلت لحضرتك، بيقدر يوازن بين الشغل وبيقدر يوازن بين حياته الاجتماعيه على حسب تقسيم الوقت. انا شايفه ان الانسان الناجح بيعمل جدول لحياته، ده طبيعي. طبعا. الاول يعمل اولوياته، الاولويات اللي هو محتاجها ايه، والناس اللي في حياته هل دول بيفيدوا له ولا لا، بحيث ان هو يديهم وقت من دايره العلاقات قصدك. يديهم جدا. وقت من حياته. جدا. صح. مش كل الناس يعني طبعا. في ناس نقدر خلينا نقول ان الانسان الناجح بيبقى
حواليه ناس بتحبه قوي، وبتبقى دايرته صغيره قوي جدا، فهيحاول على قد ما يقدر ان هو يديله وقته، بس في نفس الوقت ما ياثرش في حياته المهنيه. صح. لان في ناس بتبقى حياتها كلها شغل، حياتها كلها شغل عامه. فهمتك. فانا بشوف ان الانسان مش فاشل، بس في ناس بتقدر ان هي توازن الحته دي، وفي ناس ما بتقدرش توازن الحته دي. ممكن يركز على الشغل قوي، يخسر حياته العاطفيه، علاقاته العاطفيه، يخسر التفاهم بين اهله، قدره التواصل بين الاهل والاصدقاء والاقارب. طبعا فده طبعا بيأثر. فانا شايفه ان هو لو حدد اولوياته وعمل حته التوازن دي، حياته هتبقى افضل بكتير. انا فهمت من كلامك ان انت بتقولي ان كل واحد بيختار طريقه. انت تختار ان انت تكون مع اسره كويسه وتمشي يومك براحه، ما تكونش انجح شخص في الدنيا ومعاك فلوس وكده انت وزنت بين كل الامور، او ان انت تبقى شخص ناجح في شغلك وتيجي على كل حاجه في حياتك. في شخص بيبقى مقرر ان هو قاعد، لا انا قررت ان انا خلاص انا هدخل في حياه الشغل دي، فانا مش من نوع بقى انا هقعد مع صاحبي ده واقعد اتكلم زي مثلا الراجل ممكن ما يكونش ليه في حوار ان انا اقعد مع في القهوه مثلا مع صاحبي اقعد اتكلم معاه، لا انا اولى ان انا اشتغل، اولى ان انا اعمل. فهو على حسب الشخص بس. ممتاز جدا. الجزئيه دي خدتنا لحاجه مهمه جدا آية قالت عليها في نص الكلام، وهي اداره الوقت. عشان تكون شخص ناجح في حياتك لازم تتعلم كويس جدا مهارة إدارة الوقت. مهارة إدارة الوقت مش معناه ان انا اعمل جدول واقعد انظمه من الساعة 3 للساعة 4 هعمل كذا، مش دي إدارة الوقت. إدارة الوقت اللي انا بتكلم عليها هي إدارة الوقت المهدر في حياتك. واول حاجة لازم نتعلمها في إدارة الوقت وهي عدم المماطلة. المماطلة يا جماعة هي أكبر حاجة ممكن توقعك، أو أكبر فخ ممكن يوقعك ويخليك تفشل ويخليك ما تنجحش. إن أنا أفضل طول الوقت أأجل. أنا عايز أروح كورس إنجليزي مثلا، فابتدي إن أنا مطل، لا والله أنا هخليه الأسبوع الجاي، طب هخليه أول الشهر، طب لما يجيلي فلوس. أبتدي إن أنا أسأل في كذا مكان، فيبتدي يوصل لي حتة الخوف. ودي تاني حاجة من الفشل، ان انا خايف اواجه المجتمع. انا شخص طول عمري مثلا بروح الجامعه بتاعتي او الكليه بتاعتي وبرجع على طول، ما طلعتش، ما قابلتش ناس، ما اختلطتش بناس، فمش عارف الناس اللي انا هشوفهم في الكورس دول ناس كويسين ناس وحشين، الكورس نفسه مكان هيفيدني ولا لا، المبلغ اللي انا بدفعه جزء كبير جدا من مرتبي، هل المبلغ اللي انا هدفعه ده هيجي عليا فايده ولا لا؟ كل دي افكار بتجيلك، فتضطر ان انت تكنسل فكره الكورس. فتقعد تعمل ايه بقى؟ تبقى قاعد في بيتكم عمال تتفرج على فيديوهات تعليم اللغه الانجليزيه وعمال سيف لتعليم اللغه الانجليزيه، وانت ما بتتعلمش حاجه في البيت. انت لازم تنزل كورس عشان الكورس ده يطورك ويبقى فيه تواصل مع الناس. فالفكره كلها ان انا عمال اجل وعمال اماطل. فاول حاجه في اداره الوقت واهم حاجه في اداره الوقت هي عدم المماطله، ان انت تاخد بالك كويس جدا ان انا ما ماطلش وما طولش في الوقت. تاني حاجه قسم يومك على اساس الحاجات المهمه والحاجات الغير مهمه. الحاجات المهمه والكبيره واللي هي تقيله على قلبي وانا حاسس ان الحاجات دي مضايقاني احاول اخليها في بدايه اليوم عشان اخلص منها. لكن انا لو حسيت ان الحاجات الكبيره او المهمه دي اجلتها لاخر اليوم، انا مش هعملها النهارده وهاجلها بكره، هتفضل تتاجل. فابدا باكبر حاجه موجوده في دماغك او اكبر حاجه موجوده في يومك هي اللي بتضايقك. يعني احنا لو جبنا برطمان كبير جدا وحطينا فيه طوبه كبيره وحصى ورمله هيخشوا، ولكن لو حطينا العكس مش هيخش. لو حطيت شويه حصى ورمله وجيت تحط الطوبه مش هتخش، لان انت مليته بحاجات الصغيره. فحاول تخلي في بدايه يومك الطوبه او الحاجه الكبيره. طيب تاني حاجه ان انت تقسم يومك في بدايه اليوم، كل يوم تقوم فيه تسال نفسك 4 اسئله. الحاجات اللي ورايا دي عباره عن ايه؟ مهم وعاجل، مهم وغير عاجل، غير عاجل ومهم، غير مهم وعاجل. طيب الحاجه اللي ينفع تخلص دلوقتي انا هخلصها دلوقتي حالا. الحاجه اللي ينفع تتاجل انا هاجلها. الحاجه اللي مش مهم بالنسبه لي فيها فكره الوقت انا هاجلها. اخر حاجه واهم حاجه في اداره الوقت هي ان انا اكتب الحاجات اللي انا بعملها. فكره الكتابه دي يا جماعه مهمه جدا جدا جدا. معظم الاشخاص الناجحين وانا من ضمنهم ان انا كل حاجه بعملها في حياتي بكتبها. انا لو نايم على السرير وجات لي فكره حلقه بقوم اكتب فكره الحلقه دي، لو جالي فكره محاضره بقوم اكتبها. الكتابه بتفرق كتير جدا. انت لو ما كتبتش حاجه اللي انت بتقولها دي هتلاقي نفسك بتضيع من عليك حاجات كتير جدا. لازم تاخد بالك كويس جدا ان حاجه دي مهمه جدا. احنا كلنا معظمنا تقريبا نسى موضوع الكتابه ده. اي موقف انت مريت بيه فيه فشل او زعلك اكتبه. اي موقف انت عايز تعمله اكتبه. اي هدف قدامك انت عايز تعمله اكتبه. وبمناسبه الاهداف انا عايز اسالكم، هل حد فيكم حاطط هدف قصير المدى وهدف طويل المدى؟ يعني عمر حد فيكم من الناس اللي قاعدين قدامي دي فكر هو عايز يبقى فين بعد 5 سنين؟ خلينا نسال احمد كده، انت عايز تبقى فين بعد 5 سنين؟ ده مش سؤال عشوائي. السؤال ده بيبين شخصيتك، بيبين مدى ترتيبك للامور، وبيبين هل انت بتعرف تحضر وهل انت بتعرف تدير وقتك ولا لا. عامة أنا فاشل في موضوع اللي هو إدارة الوقت ده عامة، بس أنا عندي هدف عايز أوصل له. أنا كلية صيدلة
ودلوقتي في سنه ثالثه وقدامي سنتين وسنه امتياز واتخرج. فين الفشل في الموضوع يا عم؟ ده انت كليه صيدله. لا، ما هو الموضوع اللي انا لما دخلت الكليه حصل لي دروب، اللي انا كنت تايه، مش عارف اظبط وقتي، مش عارف اعمل اي حاجه، سارح. كانت لغتي الانجليش ضعيفه، كان في مواد كتير موقعها، مش فاهم، شلت مواد. بس دلوقتي ظبطت نفسي الحمد لله، وانا كان عندي هدف وان شاء الله هوصل له. انا عايز اخلص تعليمي من هنا ويا اسافر يا اروح مصانع كوزماتكس، عشان حلو انا جدا. والدي عنده مصنع كوزماتكس وعايز اخد خبره كويسه عشان لما افيده في المستقبل. انت عايز تاخد نفس اللاين؟ عشان كده دخلت صيدله. فمش بعد كل التعب اللي تعبه معايا ده في الاخر هبقى بني ادم فشل معاه، فانا عايز ابقى. طب انت ليه استخدمت كلمه فاشل في اول كلمه قلتها خالص؟ يعني ليه اول اجابه السؤال انا فشلت؟ ليه قلت كده مع ان انت مش فاشل؟ بالعكس، ده انت مرتب امورك ومجهز نفسك وعندك هدف اهو وعايز توصل. ايوه، بس انا شايف نفسي فشلت في حاجات دي، مش حاجه وحشه عامه. اللي انا معترف ان انا فشلت فيها واللي انا بظبطها وارجع تاني من الاول، دي حاجه بسطاني عامه، اللي هو انا جاي تاني. حلو جدا، بس هو ده اللي انا عايز اوصل له. انا جاي تاني، انا ما فشلتش، ما وقعتش وفضلت قاعد، انا وقعت وعايز اطلع تاني. بالظبط، هي دي الفكره. الله ينور عليك. خلينا نسال منها، انت ايه هدفك؟ انا هدفي ان اكون مضيفه طيران. حلو، انت بتسعي للهدف ده؟ انت دلوقتي فين؟ ضيافه جويه. ضيافه جويه ما شاء الله. طب حلو جدا، جميل. بس فانا هدفي ان كمان 5 سنين ان انا اجرب ان انا ادخل انترفيو، لو فشلت فيه هدخل واحد تاني، ومش هوقف نفسي، يعني مش هوقف نفسي عند نقطه معينه اللي انا فشلت، عشان انا في كل مره هفشل فيها فانا هوصل لي حاجه جديده من الانترفيو ده، هجمع معلومات كتير. فانا ان شاء الله ناويه ان انا اوصل لإميريتس كمان. ممتاز، ممتاز جدا. يلا بينا، خلينا نسال ايه، وانت ايه هدفك؟ هدفي بعد 5 سنين ان انا ابقى مذيعه تلفزيون. انا حاليا مذيعه راديو، ما شاء الله. مبسوطه جدا باللي انا وصلت له وراضيه جدا، بس حاسه فكره التلفزيون لسه برضه ده الهدف الاكبر بالنسبه لي. حاسه ان انا لا مش راديو بس، انا عايزه كمان تلفزيون. حلو. فشايفه نفسي بعد 5 سنين مذيعه تلفزيون ان شاء الله، واتمنى اكون اتعرفت يعني وسايبه اثر حلو مع الناس. انت بتعملي قاعده جمهور الاول في الراديو وبتتدربي، وبعد كده هتطلعي على التلفزيون وتعملي قاعده. انا اوريدي مش بتدرب، انا اوريدي مذيعه راديو، اتدربت ودلوقتي يعني خلاص هبدأ الموسم الرابع. ما شاء الله. عملت 3 موسمات قبل كده. فالحمد لله تجربة حلوة جدا. جميل جدا. البرنامج بتاعك اسمه ايه؟ شوية دردشة مع ايه. طب حلو جدا يعني اسمك. طيب خلينا نسأل أسماء، ايه الهدف بتاعك؟ انا خريجة تربية وانا بحب مهنة التدريس جدا، فاتمنى ان انا بعد كده في المستقبل ان انا اوفق بين حياتي العملية وحياتي الشخصية، بحيث ان انا ابقى مدرسة مشهورة وكمان افيد الطلاب بخبرتي، مع ان انا برضك ما اثرش في بيتي وما اثرش في حياتي الشخصيه. حلو جدا. والمهاره اللي انت لازم تتعلمها كويس جدا بعد ما احنا سمعنا اراء الناس اللي موجوده، هي فكره ان انت تحط لنفسك هدف. طول ما انت عايش بلا هدف كانك راكب تاكس ورايح مثلا في حته ودخلت قعدت على سواق التاكسي وقلت له يلا بينا، حضرتك رايح فين؟ انا يلا بينا. ما هو انت مش هينفع تعيش في حياتك من غير هدف، لازم تكون محدد لنفسك هدف. معظم الاجابات اللي جت دلوقتي كانت اجابات جميله جدا، واكتر اجابه لفتت انتباهي هي اجابه منى، لان هي قالت انا لو فشلت هقوم تاني. ودي فكره الفشل. فكره ان انت تفشل مش معناها ان نهايه الدنيا ولا نهايه الحياه. يعني ايه فشل؟ يعني تجربه مرت ما كانتش كويسه. خلينا ناخد مثل على صاحب المصباح الكهربائي اللي هو توماس اديسون. توماس اديسون ده عشان يعمل مصباح كهربائي جرب 9000 تجربه. متخيل يعني ايه 9000 تجربه؟ انت لو اديتك علبه فاضيه وقلت لك افتحها وقفلها 9000 مره هتزهق. فلما المذيع ساله قال له انت فشلت 9000 مره؟ قال له انا ما فشلتش، انا عدت 9000 تجربه ما اشتغلش فيهم المصباح واشتغل في التجربه الاخيره. فهي دي فكره الفشل زي ما منى قالت. انا مش هيأس، انا عندي هدف هوصل له، وكل مره هعيد فيها التجربه هعيدها بشكل اقوى واحسن، وهيكون عندي خبره عنها. فهي دي فكره محاضره النهارده، ان انا لما اقع ما افضلش واقع تحت وعمال ابص. مفيش وقت، محدش هيرحمك، محدش بيحب الناس الضعاف، محدش بيحب الناس الفاشلين. الناس بتبص للشخص الناجح ويتمحكوا فيه ويفضلوا ماشيين وراه وعمالين يبصوا له كمثل اعلى في حياتهم، ولكن الشخص الفاشل ده بيهمشوه بيعدوا عليه ولا كأنهم شايفينه. فحاول تخلي نفسك مش الشخص اللي طول الوقت بيلوم الظروف وبيلوم الدنيا قوم على طول مفيش وقت، وقع على الخطوه اللي بعدها. خليني اتكلم مثلا ان انا واحمد مثلا بنعمل بروجكت معين. انا جيت اعمل البروجكت ده، فشلت في اول جزئيه او البروجكت ما كانش كويس بالنسبه لي، ولكن احمد عدى ووصل للبروجكت ده وعدى. انا عدت البروجكت. لما انا جيت اعيد البروجكت انا عارف انا فشلت فين كويس،
وعارف نقطه قوتي فين. فانا لما باجي اعيد حاجه بعيدها وانا عندي ليها خلفيه، وعارف انا قوي في ايه وضعيف في ايه. ودي اهم حاجه في الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها، ان انت لما تيجي تفشل تبقى عارف الخطوه اللي جايه ايه. انا النهارده وقعت بس مش هقع وافضل مكاني، انا هقع على الخطوه اللي بعدها واقوم على طول واجري واكمل. زي ما قلت لك مفيش وقت، الناس لو شافوك واقع هيدوسوا عليك ويعدوا. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ ايوه انا عندي. اتفضلي. كنت حابه اسالك، في ناس بتنجح وبتجتهد وبتقعد كتير قوي وفي الاخر مش بتنجح ولا بتوصل، فهل النجاح بقى حظ ولا مجهود؟ طيب خلينا ناخد الموضوع ده من جزئين. اول جزء، انت لو سعيت واجتهدت في مشروع معين او في حاجه معينه ربنا هيكرمك في حاجه تانية خالص. ربنا بيقول ليس الانسان الا ما سعى. احنا بالنسبه لنا كعباد علينا السعي وبس، ما علناش النتيجه. وممكن يكون الوقت اللي انت فشلت فيه ده هو الوقت اللي يكون بدايه النجاح. في واحد كان شايف مكان كده، المكان ده زي منجم ذهب، القصه دي حصلت بجد. فلما راح منجم الذهب ده اشتراه من الراجل بتاعه وقال انا هنقب واطلع الذهب بتاعي. فراح وجاب واحد صاحبه واخد منه كل الفلوس اللي هيشتري بيها المنجم ده، هو ما كانش معاه فلوس. فراح لواحد قال له انا هشاركك، انت هتديني فلوس وانا هعمل المجهود عشان اطلع المنجم ده او اطلع الذهب ده من المنجم. فراح وفعلا عمل كده، اخد الفلوس واشترى بيها المنجم وراح قعد ينقب عن الذهب، وقعد كتير جدا 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 ينقب عن الذهب لدرجه ان هو خلاص من كتر حفر زهق تعب. قال خلاص انا كده مش هكمل، وبدل ما اخسر تاني انا هوقف التنقيب عن الذهب ده وهبيع المنجم اللي فيه واخلص القصه دي وارجع للراجل شريكي فلوسه. فباع الذهب وباع المنجم وباع كل حاجه ورجع لصاحبه اداله فلوس. اللي اشترى منه المنجم، اللي اشترى منه المكان ده، راح بس جاب واحد خبير قال له الذهب في حته فلانيه، وطلع الذهب على بعد 3 خطوات بس من المكان اللي هو كان بينقب فيه. متخيله؟ الراجل ده جات له هستيرية جنون وبقى بيكلم نفسه في الشارع، وكل اللي طلع عليه وكل اللي هو بيقوله كلمه واحده بس: كنت على بعد 3 خطوات من الذهب. ففكرة ان الوقت اللي انت ممكن تيأس فيه هو الوقت اللي يكون بداية النجاح. لو عملت سيرش كده وشفت الشركات الكبيرة اللي بيجوا يفكروا ازاي يطوروا الشركات بتاعتهم ويدرسوا منافسين، هتلاقيهم ان هم مش بيدرسوا نجاح. ما بيبصش على الشركة دي نجحت ازاي، بيبص الشركة دي فشلت في ايه. فكرة الفشل دي او فكرة ان هو يشوف الشركة دي فشلت في ايه فيطور نفسه في الحتة الخصوم بتوعه او الشركات المضادة دي بتعملها، يقوي نفسه فيها فينجح عليهم. وده ذكاء خارق جدا من الناس اللي بيدرسوا استراتيجية الفشل واستراتيجية الماركتينج والنجاح في السوق. انا بشوف ان دي حاجة قوية جدا. ده واحد بدل ما يدرس فلان نجح ازاي، هو عارف ان النجاح ده ممكن يكون جه صدفة، ممكن يكون فلان ده معاه فلوس، لكن هو درس فلان ده فشل ازاي عشان ما يقعش في الاخطاء بتاعته. فدي جزئية كويسة جدا. طيب احنا اتكلمنا على الفشل واتكلمنا على إدارة الوقت واتكلمنا على كل حاجة، خلينا نعرف بقى ازاي نوصل لمرحلة النجاح. اول حاجه عشان توصل لمرحله النجاح زي ما اتفقنا يكون عندك اداره للوقت كويسه جدا، لازم تكون بتعرف تدير وقتك. تاني حاجه لازم تكون بتعرف كويس جدا ان انت تنظم يومك وتنظم اولوياتك. تنظيم اليوم وتنظيم الاولويات ده مهم جدا. عمرك فكرت اليوم بتاعي ماشي ازاي؟ عمرك صحيت من النوم كده قلت انا هعمل كذا النهارده وكذا النهارده، ولا انت بتسيبها على الله؟ يعني تصحى كده عشوائي اليوم يمشي زي ما هو عايز. لو بصيت على الناس الناجحين وبصيت على الناس الكبار في مجالهم هتلاقي ان كل حاجه بيعملها في يومه مظبوطه بالظبط. حتى الاكل والشرب ليه مواعيد، بياكل الساعه 2 وبيشرب الساعه كذا، كل حاجه بميعاد. مفيش حاجه جايه كده، مش حاجه كده عشوائيه، كل حاجه مظبوطه بالظبط. عايزين نعرف احساسك ايه لما بتوصل لنقطه نجاح جد بعد فشل كبير جدا. خلينا نسال يوسف، بتحس بايه لما تنجح؟ بحس ان انا عايز افرح اكتر واعمل حاجات احسن لما بنجح، فبحب الحكايه دي. يعني لما انجح تبقى حاجه كويسه، تبقى عايز تنجح اكتر واكتر، يبقى عندك شراهه للنجاح. خليني اسال بقى سؤال: هل الشخص الناجح ده الناس اللي حواليه بيحسوا بالنجاح ده؟ للاسف لا. الناس عمرها ما هتشجعك غير لما توصل للحاجه اللي انت عايزها. ولكن خلينا متفقين ان طول ما انت بتسعى عشان توصل للحاجه، الناس هتفضل شايفه اللي انت بتعمله ده اكبر تفاهه في الدنيا. وممكن يكون الناس دي اقرب الناس ليك، ممكن يكونوا اهلك، ممكن يكونوا اصحابك. انت عندك هدف معين عايز توصل له، عندك حاجه معينه عايز توصل لها، هتلاقي كل الناس بتحاربك، هتلاقي كل الناس بتقول لك ايه اللي انت بتعمله ده، ما غيرك كان اشطر، ما غيرك كان مش عارف ايه. ولكن لما تنجح هتلاقيهم كلهم بيبصوا لك كده وكلهم بيسقفوا لك، وكل واحد نفسه يبقى يعمل اللي انت عملته، ويجي يسالك انت ازاي عملت كده.
فلازم كلنا يكون هدفنا في الحياة ان احنا ننجح ونتطور ونكبر، ويكون كل حاجة في حياتنا بنعملها عشان كده. فآخر كلام في المحاضرة أو آخر سؤال هسأله في المحاضرة لكل واحد موجود: ايه اللي انت استفدته من المحاضرة وايه اللي انت هتعمله في الفترة اللي جاية؟ وخلينا نبدأ بآية. انا استفدت ان انا شايفه ان طبعا بفضلك طبعا يعني ربنا يخليك. الحمد لله معلومات كتير حلوه وشجعتنا اكتر. انا شايفه ان الفشل جزء من النجاح، وان هو برضو لازم يعدي عليكي الاول. بالظبط. لازم تفشل بالزبط. وبعد كده في الاخر هتنجح. وكل الناس الناجحه اصلا عدوا بمراحل الفشل. بالظبط. فعلمتني برضو ان الحياه مش عشوائيه، وان انا لازم ارتب اولوياتي اكتر وابقى عارفه انا عايزه ايه، واني مهما تعبت برضو هلاقي. جميل، ممتاز. الحاجه بقى اللي انا بجهز لها الفتره الجايه هكمل في الراديو لحد ما اوصل ان شاء الله وابقى مذيعه تلفزيون. ان شاء الله تبقي احلى مذيعه تلفزيون ان شاء الله. اللي استفدته من المحاضره النهارده الايمان والسعي والشغف. الثلاثه دول ممكن يلخصوا المحاضره من اولها لاخرها، لان طول ما انا مؤمنه بربنا ان هو هيقف جنبي دايما هعدي في كل حاجه. طول ما انا بسعى كل حاجه هتمشي معايا. الشغف اهم من كل ده طبعا. ممتاز. لو هخطط لحاجه بعد كده فطبعا ان انا اجتهد على نفسي في التمثيل، وبرضو ما انساش دراستي ابدا في الكليه لان ده مستقبلي، واركز على موهبتي. ممتاز. انا اللي استفدته ان انا لما افشل اني انجح تاني، ما اقعش. بالظبط. لما افشل واقع اقف على رجلي واقوم تاني. تمام. وغيري برضو اهلي يساعدوني. ده انا استفدته. بالظبط. زي ما حضرتك قلت ان الفشل اول سلمة للنجاح، وان الفشل كلمة بنقولها او شماعة بنرمي عليها مبرراتنا بس الفارغة، بس احنا عايشين عشان نفشل عشان ننجح. يعني انا بشوف ان الفشل نتيجته النجاح في الاخر. طبعا ده للشخص اللي بيسعى عامه. اللي استفدته ان انا ادركت اهميه الهدف. لازم احط هدف لحياتي، حتى لو انا مش هقدر احققه دلوقتي، لا ممكن احققه بعدين. ممكن ظروفي تتغير، ممكن الوضع اللي انا فيه يتغير، فاحقق اهداف كتير حتى لو ما كانش هدف واحد. ان انا اسعى، ان انا اطور من نفسي، واسيب كل حاجه على ربنا. طبعا ده اهم حاجه. هي اكتر حاجه عجبتني يا استاذ محمد حضرتك اتكلمتي فيها اللي هو اليأس، اللي هو انت ما تيأسش بقى. حضرتك عطيت مثال توماس اديسون اللي هو حاول 9000 مره وما فشلش. دي حاجه اللي هو ما سماهاش فشل، اللي هو كمل، سماها محاوله. فعلا سماها محاوله. فدي حاجه الصراحه شدتني في المحاضره قوي. اكتر حاجه عجبتني في المحاضره من اولها لاخرها هي الاراده، ان انت يكون عندك اراده تعمل اي حاجه هتعملها، سواء ان في اراده هيبقى في وقت، هيبقى في كل حاجه هتتحدد بعد الاراده. انت من وجهه نظرك الاراده هي محاوله ان انا انجح، محاوله النجاح في كل حاجه. ممتاز. ممتاز، جميل جدا. اللي اتعلمته في المحاضره النهارده ان مهما كان الخطا ومهما كان اللي انا وقعت فيه ان انا اتعلم منه، اللي هو ده يبقى درس في حياتي وما يوقفنيش، ان انا اكمل واسعى واوصل اللي انا عايزاه. يعني الخطا مهما كان افضل اللي انا متماديه فيه واتعلم من المشاكل اللي بتطلع، علشان دي ممكن توصلني للنجاح في الاخر. بالظبط. ده في ناس لما بفشل منها، في ناس لما بيعدي بحاجه فاشله ما هو بيقول لك انا اتعلمت منها. لو انا فشلت في حاجه معينه فمره مع مره في الفشل مش هيفضل في نفس كل حاجه، في كل تجربه مش هيفضل هو صح. هيبقى بيتغير وهيبقى في حاجه تانية هكون استفدت من الغلطه دي. بالظبط بالظبط. الله ينور عليك. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، واشوفكم في حلقات تانية كتير في برنامج عقل وقلب. جوه كل واحد فينا صوتين بيتخانقوا. صوت العقل بيقول لك فكر، خطط، استنى، والقلب عايزك تفكر دلوقتي. والسؤال اللي هيطاردك دايما: لو سمعت عقلك هتخسر قلبك، ولو سمعت قلبك هتخسر حياتك. في برنامجنا هنعرف ندمج ما بين العقل والقلب ونطلع احسن نتيجة.